في وقت كان فيه العلماء شاغلين نفسهم بإزاي يحولوا التراب لذهب وإزاي نخلي المية خمرة، في الزمن ده ظهر من قلب الكوفة واحد قلب الطاولة على الكل، اسمه جابر بن حيان، الراجل اللي اتقال عليه الكيمياء قبله حاجة وبعده حاجة تانية خالص. جابر بن حيان قدر يعمل ورق ما بيولعش، وحبر بينور في الضلمة، وحديد ما يعرفش الصدى، وكل ده من 1300 سنة. اتولد في مدينة طوس بإيران سنة 721 ميلادية، وكان أصله عربي من قبيلة الأزد، وراح الكوفة عشان يتعلم، وهناك عاش وتعلم وبقى من أعظم العلماء في التاريخ. جابر بن حيان كان سابق عصره بسنين ضوئية، تفوق في الفلك والرياضيات والطب والمعادن والفلسفة، لكنه كان قلبه متعلق بالكيمياء. الكيمياء بالنسبة له ما كانتش مجرد معادلات، دي كانت سر من أسرار الكون. من أهم إنجازاته إن هو اخترع حبر بينور في الضلمة عشان الناس تقدر تقرأ المخطوطات بسهولة، واكتشف أحماض قوية زي حمض النيتريك والهيدروكلوريك والكبريتيك اللي لحد النهاردة بنستخدمه في الصناعة. كمان كان أول واحد يفرق بين الحمض والقلوي، واكتشف الصودا الكاوية اللي احنا بنقول عليها دلوقتي NaOH، والاسم العربي بتاعها القلي. انتقل للغات كتيرة تانية. قدر كمان يفصل الذهب عن الفضة بدقة متناهية باستخدام الأحماض، ودي كانت خطوة جبارة وقتها. وعلشان تتخيل قد ايه كان عبقري، جابر هو أول حد اخترع ماء الذهب وكتب بيه على الورق، ووضع أول طريقة للتقطير الكيميائي في العالم، وده كان أساس كبير في علوم الكيمياء بعد كده. الراجل ده حتى اخترع ورق ما بيتحرقش، ودهن الحديد بدهان ما يخلوش يصدأ، ودرس تأثير الضوء على نترات الفضة، واللي بسببه اتفتح الباب لاختراع التصوير الفوتوغرافي بعد قرون. جابر عاش في العصر الذهبي للخلافة العباسية، وكانت إنجازاته بتتنسخ وتترجم وتنتشر في كل حدة، وابن سينا والرازي وغيرهم كتير مشوا على طريقه. ومات في الكوفة سنة 815 ميلادية، لكن اسمه لسه عايش، وكل اللي بيحبوا الكيمياء بيقولوا في كيمياء قبل جابر بن حيان وكيمياء تانية خالص بعده.